معظم الحاجات الغريبة اللي بنشوفها بنحس إنها غير واقعية بالمرة، وحتى لو متصورة بالكاميرات برضه بنشك فيها. طيب لو متصورة بكاميرات المراقبة في الشارع هنصدقها برضه؟ خلينا نشوف مع بعض. أهلا بكم في قناة عجائب العالم. تعالوا نشوف أغرب اللقطات اللي تم التقاطها على كاميرات المراقبة. تعالوا الأول ناخد حسنتين مع بعض ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ودعمني باللايك. تقريبا كده الزبون ده دخل المحل عشان يلعب. الراجل ده بقى عنده خبرة في تحويل المواقف المحرجة لمصلحته. الجري من الكلاب لوحده مش كفاية، لازم تكون بتعرف تعوم كمان. فيك الخير والله، تسلم ايديك. انا اول مرة في حياتي اشوف حاجة بالغرابة دي. الراجل ده بقى طالع عينه في الشغل ومصدق انه خلص، بس ربنا ابتلاه بواحد مش بيفهم. ده اكيد العامل ده عمل حاجة وحشة في حياته عشان يحصل معاه كده. اوفى صديق للانسان هو الكلب، والفيديو ده هيثبت كلامي. بدأ اللي قال ان القطة بسبع ارواح. المشكلة مش ان الكلب اتحشر في الكرسي وخده جري، المشكلة ان هو شافه. ده بقى لما يبقى عليك فلوس. في 5 ثواني بس سدد كل الفلوس اللي عليه. الطفل ده بقى حب يجرب مكنة الحلاقة قبل ما يشتريها، والصراحة النتيجة طلعت مبهرة. عمل خط بس في دماغه. ده بقى حظي في الدنيا. طب اساعدك ولا اساعد نفسي ولا اعمل ايه؟ الحرامية مش بس بشر. ده بقى لما تبقى جايب العربية بفلوس حرام. الراجل ده مفكر انه بيعمل خير. كل حاجة وقعت الا الشاشة. بصراحة تحية كبيرة للي ركب الشاشة دي. بيلعب الكلب بكرة التنس. مستقبله بقى خلاص في ذمة الله. كله اللي مخالفة القوانين. خلوا بالكوا عشان انا داخل شمال. دي بصراحة ألطف عملية سرقة شفتها في حياتي. أنا لو مكان الراجل ده هجيبه واديله كمان حاجة من عندي. للأسف الفيديو خلص. اكتبلي في التعليقات ايه أكتر جزء عجبك في الفيديو. فضلا وليس أمرا نشترك في القناة ودعمني باللايك، وأشوفكوا الفيديو الجاي إن شاء الله.